أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي وأنا أسماء. هنعمل مخبوز أو عيش بنكهة الزعتر ومحشي بالجبنة الشيط، وممكن طبعا نحشيه بأي حشوات تانية. بجد قوامه وطعمه بيبقى حلو قوي، بينفع كسندوتشات للأولاد في المدرسة، بينفع في الرحلات، للفطار، للعشاء، للخروجات، للسناك، ولو حابين نحفظه في الفريزر ونسخن وقت ما نحتاجه. بجد هيعجبكم قوي. أول حاجة هنضيف السوائل: 150 مل من اللبن الدافي، عليه باكت من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، ندوبهم كلهم مع بعض. نضيف معلقتين كبار من الزيت وعليهم 200 مل من المية الدافية، ندوب كل المكونات. نضيف الدقيق، معانا 600 جرام من الدقيق، شوية شوية مش كله مرة واحدة، وعليهم معلقة صغيرة من الملح. نلم في الأول الدقيق مع المكونات السائلة، وبعدين نبدأ نعجن كويس لحد ما العجينة تتماسك وما تلزقش في الإيد. هنغطيها ونسيبها تخمر كويس وحجمها يتضاعف. العجينة بعد ما خمرت هننفذ كمية الهواء اللي جواها. رشة خفيفة من الدقيق علشان نبتدي نشكل العجين. نحاول نشكلها الأحجام متساوية. احنا هنشكل الكرات بحجم 70، يعني هيبقى حجم مناسب، ولو ما عنديش ميزان تبقى بحجم البرتقانة الوسط كده. بعد ما كورناهم نغطيهم ونسيبهم يريحوا لمدة 10 دقايق، ولو احنا في الشتاء نسيبهم من تلت ساعة لنص ساعة. معانا نص كيلو من الجبنة الشيدر، قطعناها شرائح طولية. طبعا ممكن نحشي اي نوع جبنة احنا عايزينه او اي حشوات تانية. احنا هنا اخترنا جبنة شيدر قديمة علشان احنا مش عايزينها تسيح، فهتبقى جوه العيش قاعدة زي ما هي ومحتفظة بقوامها، علشان هي بتبقى محتاجة درجات حرارة عالية قوي علشان تسيح. فالفترة اللي هتاخدها في الفرن أثناء الخبز مش هتبقى كافية علشان تسيح الجبنة. هنبتدي نفرد بشكل بيضاوي أو مستطيل، المهم يكون بشكل طولي. هنبتدي نعمل بقى فتحات طولية من المنتصف لحد ما قبل النهاية بشوية صغيرة. هنحط قطعة الجبنة في الجهة السليمة ونقفل عليها الأطراف ونبتدي نلف. ونقفل الأطراف في النهاية. ممكن نسيب الأطراف من غير ما نقفلها في النهاية. هندهن الوش بمعلقتين كبار من اللبن وعليهم معلقة كبيرة من الزبدة السايحة أو الزيت. هنرش على الوش زعتر أو حبة البركة. احنا هنا طحنا الزعتر في المطحنة بتاعة التوابل. هندخله الفرن ويكون سخن قبلها بربع ساعة على 180 درجة لمدة 10 دقايق، وبعدين نحطه تحت الشواية علشان ياخد لون. بعد ما يخرج بندهن الوش بزبدة وتكون دافية أو زيت، نغطيه بفوطة ونسيبه يبرد شوية وبيتاكل دافي. ده شكله وطعمه بجد حلو قوي، والجبنة مع نكهة الزعتر بتبقى حلوة جدا. زي ما قلنا نعمل منه كمية ونحفظها في الفريزر ونسخنها ونديها لولادنا بديل للساندوتشات.